شوفوا بس الجمال كيف جاي. قابة تحت الجبال، وشوفوا كيف الخضورة اللي فيه. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه لا لا، احنا الحين نعتبر تحت الوادي. لا لا بو لا. شوفوا كيف الطريق جاي، شوفوا الخضورة الموجودة بشكل كامل. هذا يدل على في حاجات راح تنتظرنا تحت بالوادي، اشياء مجنونة. طبعا احنا بنتوجه وبنشوف كيف تكون الاحداثيات. شوفوا الحين شوفوا شيء واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. شو اللي جالسين نشوف؟ خلينا ناخذ لنا لفة كذا. واحد، بسم الله. شوف كيف جاي. طبعا واضح ان المنطقة اللي بنروحها فيها كمية، بتشوفوا كيف بتكون ترتيبات. لكن شوفوا كيف الخضورة. طيبين، تسمعون الاسماء ولا لا؟ صوت صخب. لا لا لا، توفقنا كذا بشكل كامل، تحس انك في حايل. والله بالطبيعي. طبعا كذا نقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا والمياه تجري المياه باردة. شوفوا كيف، بسم الله الرحمن الرحيم. المسافة اللي قطعناها حقيقة تستاهل كل دقيقة كل لحظة. تسمعون اللي يسمعوا صوت شلال، صوت المجرى. فخلنا ندخل الحين. شوفوا كيف تجمع المياه، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل ان في حاجات تنتظرنا. هوبا، راح يكون في الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الجهة، في هذه الزاوية. يلا خلنا ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالله. شوف عينكم على مجرى المياه كذا بشكل كامل من الوادي، ينزل من هالاتجاه ويجي زي كذا بشكل سريع. لا لا لا، شو اللي جالسين نشوفه؟ لكن خلنا الحين نحول تحت ونشوف الحاجات اللي تنتظرنا بشكل سريع انا وياكم. بس الحين نبي احنا في اطلالة تحت مجنونة، في بحيرات متجمعة، شيء طريق وعر بس يستاهل انك تنزل له. فبنخوض مغامرة جديدة حاليا. فالحين بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا وصلنا. واو، يزلق خلكم انتبهين. شايفين؟ يلا خلنا ندخل كذا ببطيء. الماي بارد هذا المطلوب. بسم الله. شوفوا كيف. هذا المياه اللي تقدر تشرب منها، باردة تخليك تنتعش بشكل غير طبيعي، بشكل جنوني. هوبا، لا لا لا، ما في احسن من كذا. المهم نحاول تحت برضو، وتحت ينتظرنا شيء مجنون، شيء من الخيال. لطيف. والله ردت روحي حق الحياة، ردت روحي. فخلنا ننزل من ذيك الجهة ونشوف الأحداث. فيلا الحين مثل ما انتم شايفين هذا الجو، ودي أسبح في ذيك البحيرة. في أسماك صغيرة لكن خلينا نخليها على جنب. تنتظرنا مجموعة بحيرات تحت. انتعاشة. يلا خلينا ننزل تحت ونشوف الحاجات الحلوة. بس ننتبه لأن الأرضية تزلق. شايفين كيف ازرق؟ هنحاول كذا مع الموي البارد لان جات حرارة صاعقة على صفة. هوبا، شايفين؟ والله تجي مكان زي كذا لازم شوي تسمع. خلينا نشرب شوي بالموي. الكبوس المهم بعدين يا متى الحين هنحول تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبين، مشيت الا قليل واحس بالتعب. لكن بيني وبينكم احنا لو وصلنا تحت بتشوفون ان المكان يستحق كل دقيقة ضيعتها عشان تصل. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نترك ذي الجهة ونرقى فوق، ومن فوق نحول تحت اسفل الجبل. اسفل الجبل في مناظر طبيعية خلابة. يلا جاهزين مع بعض الحين نخوض اصعب مغامرات اللي راح نخوضها. لفة كذا بس سريعة بالبطيء. ويلا خلينا الحين ننطلق ونشوف الاحداثيات اللي راح تواجهنا. يلا مشينا. والله بالطيبين. طبعا ما بنسمع صوت واحد. سمعوا الصوت اللي سمعوا ولا لا؟ المهم كذا بشكل كامل
المنطقة ذكر تحسها ما ادري كيف فاضية، ما فيها الا سيارات قليلة، يعني موقع زي ذا مستوعبين سيارة سيارتين بس. شوف السحلية خل اقرب منها تنحاش ولا لا، تراها سريعة بشكل مجنون. شو اللي جالس اشوفه؟ لا هي جاية تتحرك ولا شيء. شايفين كيف؟ هذا الطريق اللي نسلكه عينكم بس شوف كيف الصخور جاية، شوفوا كيف تجويف. بيني وبينكم حسنا في احدى الافلام الجلدين نزلات وربي ما ادري كيف، لكن نزلات خطيرة. خلي تعدي على خير. جالس اشوف قابة تنتظرني. هذا الطريق اللي لازم نسلكه نحول ونشوف بس الوعورة، لكن بالاخير النتيجة اهم شيء. حسب الالوان اللي جالس اشوفها الحين اتوقع اول فيه بركان انفجر في ذي الجهة تسبب في اللهو المسحة ذي. شوفوا كيف جاية. ايه قربنا. انا جالس اوقف عند اللهو هالشجرة ذي واتأمل المنظر انه يستحق التعب كله. واو شوية تعب، لكن قطعنا ذي المسافة كلها والحين راح ننزل. احس القطاعة قلايل ما قطعنا شيء، بس الحمد لله ما قلنا شويات ونتوجه وبدأت تلمح لنا المناظر الخلابة. جالس من ذي القمة جالس اشوف الشلال اللي تحت اللي راح نوصل له بعد لحظات قليلة، او نقدر نقول بعد نص ساعة. انا اتوقع الحين ما عندكم اي عذر تسمعون اللي اسمعه، خليني اسكت. بيني وبينكم ما ابي اجلس الا لين نوصل. شوي في تعب، لكن تسمعون صوت الامواج اللي اسمعها ولا لا؟ صوت صرير خرير المياه، جالس اسمع حاجات تناديني الى الاسفل الى قاع الجحيم. لا حول لا. سبحان الله شوفوا كيف تجويف الصخور جاية بعيدا عن كل شيء. شوفوا كيف الاحمرار، لكن وجهتنا راح تكون هناك. هذا الشلال احنا كنا فوق. خلاص ولله الحمد، دقايق قليلة. شوف الوجهة. تعالوا خلينا ناخذ لقطة. هذا في واحد قدام، في واحد يعني بنخلص دي الجهة وبعدين بنشق الاتجاه ذا. واه وصلنا اخيرا كذا مرة، الحمد لله عدت على خير. بغيت اطيح على العمود الفقري طحت اكثر من مرة، لكن عدت على خير. المهم عندك حسن التصرف تقدر تتصرف. اوه تعب كله راح هسه في اللحظة، التعب كله راح. يلا خلينا نقوس كم نقوصه. المياه ارتكوازية ما حد وصل لها من منبع داخل الجبل. انا بس بوريكم صعوبة الطريق اللي نزلنا من عنده. شوفوا كيف انا من الى الان مش مستوعب كيف نزلت من يلا خلينا ننزل، خلينا نتبرد انا وياكم. يلا مشينا. حقيقة بيني وبينكم يستحق كل دقيقة كل لحظة قطعتها عشان اوصل له. تو شيء واحد ترى كذا من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. وابيكم تشوفون كيف. طبعا احنا بنخش داخل الكهف ونشوف الحاجات الحلوة. لا ايش الطبيعة ذي. بيني وبينكم احتريت بشكل غير طبيعي، لكن الحمد لله ينتظرنا المجنون ونجي هنا. لا ايش هذا الدلع. سمعوا الصخب. خليه على جنب الجهة ذي، خلينا احنا نتوجه نخلص من هنا ونشوف الاشياء. ابي ماي بارد بس ابي انتعش. شوفوا كيف المياه. قبل كل شيء هذا اللي هو المنظر، شوفوا كيف جاي بشكل كامل. ركزوا على شيء واحد، المياه الارتكوازية، هذا التركيز كله عليه. نخش من الشلال ذا والوسط بين الصخرتين ينتظرنا جمال خلاب. طبعا احنا كنا قبل شوي فوق بذيك الجهة، شفتوها؟ طيبين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا ننتبه. واو الماي بيني وبينكم بارد. دخلنا من دي الجهة شوية هدوء، في شوية موية. خلنا نتركها. تعالوا في الأساس المنطقة اللي راح نغوص فيها حاليا. بسم الله اللي تصير تحت الشلال مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحس كأنه عريش. أبيكم تشوفون اللي هو هذا المدخل، والمياه تبتدي من داخل اللي هو التجويف تنزل. شوفوا كيف المجرى يمشي بشكل كامل. شوفوا شيء واحد بنركز عليه، خلوا الشلالات ذي الخفيفة على جنب.
شوفوا اللي هو الاغصان والشجر كيف متداخلة في بعض وكيف متساقطة. انا ما ادري كيف كذا جوت، بس كلها ترى من الطبيعة. نفس كذا الاتجاه ومن هالاتجاه بنتوجه لذيك البركة. الشيء اللي شفته بكثرة اللي هو هذه الطحالب تقريبا، او نقدر نقول الخضرة. شوفوا كيف نابته. خلينا احنا ننطلق حق البحيرة اللي اعتبرها بحيرة الحياة. بيني وبينكم قررت واتخذت القرار المكان ده لازم نوصل له، بس الوصول له شوي صعب، بنرجع من فوق من جديد. بيني وبينكم خليني اقول لكم على حاجة. قبل شوي وانا ماشي شفت حوافر حق اللي هو معروف. الحوافر ذي احتمال كبير يا سباع يا ضباع، لان ترى السباع والضباع موجودة في جبال الجنوب بشكل عام. قبل فترة حصلوا 7، فالله يستر يكون مختبئ في احدى، لان المنطقة ذي تعتبر ذكر. شفت الطبيعة ذي كلها. المهم علينا ننتظر المصير اللي ينتظرنا. شوفوا كيف المويه اصمت بس احتراما للطبيعة. فشوفوا كيف هذه البركة اللي اعتبرها بحيرة الحياة لازم نغطس ونرجع الى الحياة من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. المياه نظيفة وصافية. واو يا ربي انت عاشة، ربي انت عاشة. بالله يلا الحين خلنا ننطلق هناك ونشوف الحاجات اللي تنتظرنا. اعترف لكم اعتراف، تقريبا من جيت المنطقة ذي جميع، ونقدر نقول ترى المنطقة ذي في حياة. حصلت ضفادع، ده شيء المعتاد. حصلت اسماك، شيء معروف. حصلت سلاحف، حاجات قريبة. والى الان جالس اسمع صوت زنين حيوان قريب، فالله يستر لا يكون من الحيوانات المفترسة. هذه اللي كنت اتكلم لكم عن. شوفوا كيف الاحافير يا جماعة الخير. شو اللي جالس يصير اليوم؟ هذا توفيق من ربي. شوف بس من كل جهة من كل صوب وحدب تسمع صوت اللي هو الشلالات كذا، الصرير الخفيف على مد البصر بشكل كامل. بيني وبينكم كل ما اقدم شوي انصدم وانفجع بحاجة مجنونة. اللي تشوفونه ذا الحين بين بحيرتين ولا شيء ولا حاجة. جاني فضول في زي اللي هو الاطلالة، قلت ابي اطلع كذا الاطلالة ابي اشوف شنو خلفه. خلي انتهينا خلاص، بنرجع فوق بنرجع على دراجنا. طبعا جيت انا قبل شوي وقفت هنا، ومن هذه الجهة عرفت اللي شفناه ولا حاجة ولا شيء. خلاص خليت الطيارة الدرون تقوم بالمهمة الكاملة، وصورت لنا تحت بشكل كامل، لأن النزول تحت شبه مستحيل، في صعوبات كثيرة لدرجة لو نزلنا يمكن ما نطلع. كذا سمعوا صوت الشلالات، بنشوف الإحداثيات اللي بتواجهنا. شوفوا كيف هذا شكل البركة، شوفوا كيف يجري لتحت، اللي واضح هذه آخر شيء واحتمال كبير في نهاية، وهذا مجرى الشلال فوق بشكل كامل. طبعا أهنيه على الطريقة اللي سواها. شوفوا كيف التجويف العلوية، سبحان الله. شوفوا كيف الصخرة منشطرة بشكل كامل، تحس انه تحت زي المخزن. شايفين كيف جو اللون الأسود؟ هذا زي ما قلت لكم اللي هو الموقع الثاني حق العسل الخلية. بس شوف من فوق الشق اللي تسبب في اللي هو العجوبة ذي. جالس اشوف وجالس احاول احصل طريق، لكن للاسف الطريق ذا معدوم. شوفوا كيف جاي، فبنضطر نرجع من فوق من جديد وبنحول من تحت عشان نوصل حق العجوبة الكونية. لا لا لا
والله اللي واضح ان فيه برضو بحيرات. شوفوا كيف. لا 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 والله بيني وبينكم اليوم شوف اللي هو البحيرات، وكل ما نخش داخل يجينا بحيرة بشكل مختلف. شوفوا مجرى المياه وين رايح، جالس ينزل لتحت. اللي واضح عندنا في اعجوبة تحت موجودة. فالمصيبة والمشكلة الحين كيف بنزل، لان الاحجار كلها شوفوا كيف جاية، فبنحصل لنا طريق. والله صعبة حيل صعبة، بس بنشوف كيف بتكون الترتيبات لان تحت شيء خرافي. اقول لكم على حاجة. شوف شو اللي حصلنا. تتوقعونها ثمار صام ولا كيف؟ من احد النباتات. بيني وبينكم جاي حدي ودي اجربها، بس اخاف تكون نهايتي. في خلال العودة حصلت حاجة جذبني بعيدا عن كل شيء. شوف التجويف كيف جاية في المنطقة ذي. يعني بيني وبينكم حتى بالموت قدرت اوصل حق المكان ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شو اللي حصلت. تتوقعون ذا شنو؟ بيني وبينكم اتوقع حق العسل ممكن. شوفوا كيف الطريقة التقليدية، الخشب حاطه زي كذا كله من الطبيعة. شايفين شلون جاي؟ عشان النحلة على طول تجي وتخش ما تحس، فخلتك الموقع. الحين بيني وبينكم بحتاج اشرب من المياه الباردة. وربي تنعش بشكل مجنون. طبعا اللي عرفته المياه حقت الجبال صحتها افضل بشكل كبير احسن من البقالات. خليني اشرب بس. والشاي المميز باردة. لا كذا كثير. بس الصوت صخب. شوفوا كيف ينزل من تحت. شوفوا هذه الجهة، فخل نرقى من فوق، ومن فوق برضو اتوقع هناك في بركة. فشوفوا كيف الصخور تحس انها مبنية هذه. تعالوا زي كذا خليني اطل بس هالطلة، لأنه ماني جالس اشوف شيء. والله في زي المدخل تحس انك تخش داخل ترجعك حق الحياة مياه. تعالوا ذيك الجهة الكهف. هذا اللي هي البركة، بس دي البركة ما هي حقت سباحة. شوفوا كيف زي المستنقع، رغم هالشي الصفاء موجودة. الخضورة اللي تفجع في ذيك الجهة. خل ناخذ زاوية ثانية ونشوف. كذا تمشي بينك يمينك يسارك كلها شلالات كلها انهيارات. رقينا فوق واكتشفنا المنبع ذا اللي تشوفونه. والشيء الثاني برضو خلي على جنب. شوفوا كيف المجرى، شوفوا كيف صخور واضحة. أول حاجة شوفوا بس المياه كيف جاية تنزل، وشوفوا الخضورة الموجودة في الأعشاب ملاحظينها، أشعة الشمس والامتداد كله بشكل كامل. المنبع الحقيقي من هذه الجهة. ياهي بتجي لقطات ساحرة، ياهي بتجي لقطات جنونية حاليا. نجي من ذي الجهة عينكم على صرير المياه، صرير بس. شوفوا الجذور كيف متفرعة تحت الأرض. بسم الله بس أبي أسكت. خليكم بس مع الطبيعة كذا تكات بعيدا عن صوتي المزعج. بيني وبينكم كل ما رقيت شوي انصدم واتفاجأ بفاجعة تنتظرني قدام. خلينا ننزل شوي كذا تكات تحت شوي ونشوف العجوبة اللي شفناها، ولي أول مرة أشوف زي كذا. واو الماي بارد. ثلج زحليقة. بسم الله الرحمن الرحيم. واو نجيب أم العيد. تعالوا زي كذا بس مع المياه الباردة خلاص زي كذا الانتعاشة. بسم الله خلاك تسقطصه. مشكلة ما هو عميق كذا بس. فكر الحين وتأمل. يبينا بس كوب شاي ويجيك أحلى ترويق. واو تعالوا هذه الجهة الثانية. الشيء اللي لاحظه في حراسين، في أسماك
موجودة تحت، موجودة داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيكم تشوفوا شيء واحد اللي صدمني واللي فجعني بعيدا عن المنظر التاريخي اللي تحت. شوف الأشجار، لو تلاحظون عينكم على شيء واحد، الشجر. سبحانك يا رب، سبحان الله. شوفوا كيف جاي ولأول مرة. شوفوا كذا بشكل كامل. شوفوا كيف الجذور جاية وفي أشباك موجودة هنا، تشبيكة حقت العنكبوت. فخلاص خلينا نتوجه هناك ونشوف الحاجات الثانية اللي تنتظرنا. شوف العرق، بسم الله. شايفين كيف؟ الحين يلا تعالوا خلينا ندخل البركة الثانية ونشوف الحاجات الحلوة اللي تنتظرنا هناك. يلا. اوه بارد، الماي بارد، حد بارد ربي. وينكم؟ ايه هسه الواحد يبرد. نجي من هنا المياه طبعا خلاص طبيعية يمديك تشرب منها. اوه يزلج بسبب الطحالب. خلينا ننتبه، لكن هنا في زي الطيحة. بس انا وياكم نجي بسم الله وخلينا ننتبه شوي. وربي التعاشى. فالحين جينا عند الجهة الثانية وشوفوا كيف الصفاوة اللي كالعادة تعودنا عليها. نجي الحين من ذي الجهة برضو نتوجه وشوفوا. لا 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 لقينا لك كل هذا الجمال. وهذا الاتجاه اللي وصلنا له بحسب ظني فيه مسرى مياه تحت ذيك، تحت الصخرة بالظل يكون في بركة. من قوة ما صفاوة المياه الصخور متضحة. والله خلنا نجي هنا برضو نمشي. بس بيني وبينكم الصدمة اللي جالس اشوفها. ابيكم تركزون على شيء واحد. شوفوا الشجرة ذي، شوفوا الجذور كيف ممتدة، وبرضو عينكم على الشجرة ذي. لا لا لا، سبحانك يا رب. هذا يدل على الطبيعة الموجودة. شوفوا سبحان الله الجذور حقتها بشكل كامل كيف ممتدة. أبيكم بس تلاحظون. خلي نجي هنا. واو واو، سبحانك يا رب، ما شاء الله. وتمتد لداخل بعد، نرتفع لفوق. شوفوا كيف ارتفاعها. ونجي هنا وشوفوا الجذور كيف ذي متفرعة. سبحانك يا رب، هذه اعتبرها من أكبر الأشجار اللي شفتها في حياتي. فشوفوا كيف المجرى يسري في ذي الجهة. يلا ها، وهنا يكون المنبع الأساسي. يلا تعالوا خلينا انا وياكم ندخل سوا ونشوف الحاجات الحلوة اللي تنتظرنا. لا لا لا، على البرودة وعلى الحاجات الحلوة. يلا خلينا ندخل الحين. شوف بس الشلالات كيف تنهار يمين ويسار. والله بيني وبينكم لا تلوموني، مكان مجنون حقيقة، مجنون يخليك تنتعش بشكل. شوفوا كيف المياه الارتكوازية الصافية. رقيت فوق انا وياكم بحكمنا بنستكشف المنطقة اللي فوق اذا في حاجات ولا لا. فنشوف من فوق كيف بيكون المنظر. بيني وبينكم اذا كنت فوق صخرة، الصخرة الكبيرة تبين لك حاجات علوية تحتية. شوفي بركة هناك، بركة ذي فيها المياه ارتكوازية. فخلينا نخليها على جنب. واللمحة ذي اتوقع هناك في شيء خلاب. راح نمشي على سيستم معين بحكم ان له صوت، نتبع الصوت، وعلى الصوت راح يجي لنا حاجات حلوة. طبعا جينا من دي الجهة، شوف الصوت ودينا الى هذه الجهة ومسرى المياه.
فخلي نتبع الاتجاه هذا، هذه احسن اتجاه. عندي حدس كبير طبعا. اوه ان شاء الله. لا لا، ايش الجمال ذا، ايش الجمال، ايش البرك، ايش الاصوات الحلوه اللي جالسين نسمعها. والله تحمست بيني وبينكم. اوه في برضو بركه في ذاك الاتجاه. والله حاجات حلوه. يلا يلا تعالوا، اول شي نروح ذيك الجهه ومن هناك نحول لتحت. فمثل ما انتم شايفين حاليا واضح ان في صوت مجرى وانهيار لدرجة في صوت كذا جالس ينزل لتحت، وهذا من الزاوية الأعلى كذا تكون النتيجة، لكن لازم نحول لتحت. خلينا الحين. اوه لا لا لا، شوف اليرقة بس كيف جاية حقيقة. يلا خلنا ندخل خلنا ندخل. هذه الحاجات اللي تنتظر الموية باردة احكي لك على برودتها. الحاجة اللي تدرس بعيدا عن اللي هو الصخرة، الموقع الصعب الوصول له، والشيء الثاني بين الأعشاب عشان النحلة تخش وهي مطمئنة. سبحانك يا رب، هذا عش إحدى اللي هو الحشرات. أول مرة أشوف حشرة زي كذا. شوفوا كيف متجمعين. هل يا ترى هذه الحشرة سامة؟ خلوني أنا وياكم ندخل شويتين، لأن أحس أن قدام في حاجات حلوة. إذا هذه البداية زي كذا استقبلتنا. دخلنا داخل والصدمة اللي شفتها، شوف اللي هو الأشجار نخيل، وشوف المياه حواليها كذا بشكل كامل. خلاص هذه من اللقطات الأخيرة الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا لقطات الوداع، لقطات وداعية. بيني وبينكم المازدا الوحيدة الصغيرة اللي موجودة، ولا جميع السيارات كلها رفيعة دفع رباعي. إذا أنا دفع رباعي أعتبره شيء إنجاز كبير. مرينا من أخطر عقبة لدرجة في واحد عنده موتر رفيع سألني قال لي كيف الطريق، أنا خايف من الطريق فوق. فوالله إنجاز كبير. انتهينا حاليا. شوف الجنود في هذا الطريق. أنا أسكت بس كذا، خليكم أصوات طبيعي. واخيرا وصلنا حق السيارة من الجهة المعاكسة، لكن شوفوا كيف النخيل جاية، تحس الوانها غير مختلفة بين الطبيعة اللي هو منبوت نابته. بسم الله. لا لا لا، مع الظلام قلت لكم حايل زي كذا. شوفوا كيف مع غروب الشمس كذا تكون النتيجة. لا لا لا، سمعت سمع ولا لا؟ هذا صخب الطبيعة. المهم شوف اللي حوالينا النخيل واحد له. شايفين؟ أنا طبعا أسكت، لكن كلها أصوات طبيعة تتداخل في بعض وكذا تطلع النتيجة ويانا.